صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. هنعمل مع بعض النهارده المبكبكه الليبي. هنعملها مع بعض بطريقه سهله جدا. طبعا البصل المفروض يبقى ترانشات، بس انا عيالي ما بحبوش البصل ظاهر في الاكل. فاحنا هنعمل ايه سوا؟ هنعمله ناعم كده وهسيبه لغايه ما يدبل. هسيبه يدبل شويه كده على النار. طريقه المبكبكه هيبقى معايا بصل وفلفل حراق وفلفل بارد. الحراق ده طبعا يعني حسب الرغبه، بس هو يعني عشان تبقى المبكبكه الليبي لازم من الفلفل الحراق، وبرده تبع ما انت بتحبه وعايزين تاكله. ومعايا قرن فلفل حراق وقرن فلفل بارد، معايا معلقتين صلصه، ومعايا عصير طماطم. ده كله هينزل يتسبك مع بعضه، وهننزل في قلبه ميه بتغلي ونحط المكرونه، وهنشوف خطوه وخطوه احنا هنعمل ايه. انا هسيبها تدبل شويه عشان اضيف باقي المكونات. انا حطيت ملح وفلفل عشان البصله تدبل معايا بسرعه، وحطيت قرن فلفل حراق وقرن فلفل بارد، وبرده الحراق زي ما قلت حسب الرغبه. انا هسيبه يدبلوا مع بعض كده، وهضيف عليهم معلقه صلصه. انا حطيت معلقه صلصه معايا اهي، كل حاجه مع بعض خطوه بخطوه. وحطيت ملح وفلفل، لسه هضيف عليهم شويه بابريكا عشان اللون، واحط عليهم شويه كركم. هنضيف مع بعض الخطوات واحده واحده كده. كده بتدبل معايا اهي. هنزل عليها عصير الطماطم. انا كده ضفت لها الملح والبهار معاها مظبوط. حاطين كركم، حاطين بابريكا، وحاطين ملح وفلفل وفلفل اسمر، وحاطين معانا قرن فلفل حراق سبايسي، وحاطين واحد بارد. كده معايا الصلصه شغاله كده. هنزل معايا المكرونه. هنزل المكرونه وهنقلبها مع بعض كويس بالطريقه دي. ولازم ايدك فيها عشان ما تلزقش معاك. هضيف عليها ميه سخنه بتغلي. لازم الميه تبقى سخنه بتغلي عشان المكرونه ما اتسلقتش، عشان ما تلزقش او تتكسر او تبقى معجنه معايا. هي بتغلي معايا اهي، الميه بتغلي وكل حاجه فيها مظبوطه. هنروح نعمل اللحمه مع بعض ونديلها لون عشان نرجع نشوف. بس انا دايما هتبقى ايدي فيها، دايما هقلب المبكبكه ايدي فيها. اللي عاوز يحط مرقه يحط، بس هي اللحمه هتضيف لها طعم لوحدها، فانا مش محتاجه مرقه. حطها مظبوط وهي بتغلي معايا بالطريقه دي. هنروح نعمل اللحمه مع بعض، الكفته مع بعض، ونديلها صدمه ونشوف هنعمل ايه. شايفين انا دايما الميه جنبي في العين اللي جنبي دي على طول بتغلي. ازود كل ما المكرونه تحتاج، لان دايما محطوطه من غير سليق. كل ما تحتاج بديها ميه زياده. هي معايا كده بتستوي. هناخد اللحمه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا عملت معايا الكفته وصبعتها قدامكم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وانا بسخن الزيت على النار. هسيبه بس ياخد درجه حراره كده، وبعدين ننزل الكفته تاخد صدمه، بس تاخد صدمه وتغير لون، وبعدين ننزلها مع المكرونه اللي هي لسه شغاله معايا اهي. سايباها لسه تستوي اهي زي ما انتوا شايفين اهي. الدخانه بتاعتها الصحن مش مخليها باينه. لسه بتغلي معايا اهي، وانا لسه سايباها تستوي زي ما هي.
على النار، ومخليها نار على نار متوسطه عشان الميه اللي فيها ما تنشفش، وسايباها والميه برده السخنه شغاله معايا علشان كل ما تحتاج ازودها. هي معايا بالطريقه دي. هنروح نشوف هنعمل ايه في الكفته. كده انا هنزل معايا الكفته تاخد صدمه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هخليها تاخد صدمه، تاخد لون بس عشان اما انزلها مع المكرونه ما تسكش معايا. هي معايا اهي، سايباها على النار علشان تغير اللون، تغير اللون معايا بس عشان لما اضيفها في المكرونه ما تحلش معايا. انا هسيبها كده لازم تاخد جد مع نفسها، والصوص اللي هينزل منها انا هنزله على المكرونه. شايفين معايا الكفته عامله ازاي يا حبايبي؟ شايفين؟ خلاص قربت تاخد لون اهو. انا يا دوب هقلبها على الاتجاه التاني، هقلبها على الاتجاه المكرونه ويبقى معانا احلى مبكبكه ليبيه. ثواني واوريكم هنعمل ايه. خلاص يا حبايبي كده معايا الكفته استوت. انا عايزه اوريها بس في الكاميرا. خدت اللون ده، هننزلها مع بعض في المكرونه عشان تبقى احلى مبكبكه ليبي واكله في حله واحده. كده هتاخد غلوه بس، هنديها غلوه مع المكرونه تاخد الصوص بس ونطفي عليها ويبقى احلى مبكبكه. بعد ان شاء الله ما تاخد الغلوه دي انا هوريكم وانا بغرفها شكلها عامل ازاي. احلى مبكبكه باذن الله. خلاص يا حبايبي معانا احلى مبكبكه. كده انا غرفت لكم المبكبكه الليبي باسهل طريقه، مكونات كلها موجوده في البيت، واحنا نعمنا البصل. هي المفروض طرنشات لان احنا عندنا ما بنحبش البصل ظاهر، انتم لو بتحبوا البصل يبقى طرنشات. ده شكلها النهائي. اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وحضراتكم طيبين.